تمك الضيعت لما كنت قاعد تتخيل وانت تمشي أو تسمع أغاني؟ وكم مرة قررت توقف دراسة حتى بس تقدر تتخيل؟ ما تحس إنه لو سمعت قرآن أو بودكاست راح يكون أفضل من إنه تسمع أغاني وانت راكب السيارة حتى بس تتخيل؟ السلام عليكم، أنا ضينا. فيديو اليوم راح نروح لعالم الخيال شوي ونتكلم عن حالة التخيل المفرط. ليش احنا نتخيل نريده؟ وشنو راح يصير بينا إذا استمرينا بهاي العادة؟ زين شنو الأسباب وشلون نعالجه ونتجنبه؟ وعد إني راح أجاوبك على هاي الأسئلة بهذا الفيديو. قلت لكم قبل إنه أنا ضينا، فاشتركوا زين. بس دخلت على صفحة القناة حتى أشوف إيش وقت آخر مرة نزلت فيديو. سألت نفسي بعدين ليش أني أسحب؟ هو صح أني متفرغة بس ما عندي وقت، فاستوعبت بعدين إنه وقتي كله كان ضايع في المشي أثناء استماع الأغاني. وشنو الدافع يا ترى؟ أكيد بس حتى أتخيل كم مشهد يلقون. بس سألت ليش أني أسوي هيج وشنو قاعدة أسوي أصلا؟ اسم هاي الحالة هي التخيل المفرط Maladaptive Daydreaming، وهي حالة نفسية لا تزال تدرس. هو التخيل مو شي سيء، تخيل شي عادي وموجود بينا كلنا، بس ويا بعض الاختلافات ممكن يصير مرض أو والفرق بين التخيل العادي والتخيل المفرط، العادي يصير فترات قصيرة، المفرط يصير فترات طويلة جدا. العادي أقدر أتحكم بيه ووقفه، المفرط ما هتقدرين تسوين بيه هذا الشي. العادي ما يأثر عليك سلبا، المفرط يأثر على نومك، وقتك، إنجازك. العادي بسبب الملل، والمفرط يكون بسبب هواي أسباب. العادي الإحساس بعده مجرد إحساس بالتسلية، المفرط ممكن أصيب بالإرهاق أو الذنب لأني ضيعت وقتي. مو بس هذا، نتائج هاي العادة على المدى الطويل راح تسبب أيضا ضياع وقت، ضعف تركيز، أرق واضطراب نوم، انغماس بالخيال، تبطيده على الواقع، جهاد عين وصداع بسبب الشاشة والسماعات، تعب عام بسبب قلة النوم. تخيلوا كل هذا وأقوى أكثر، إن التخيل ممكن يؤدي إلى حالة أخرى هي الأوفر ثينك، اللي تؤدي إلى تدمير بعض الخلايا الدماغ وتصغير حجم المخ، لأنه نشاط مهلك وموتر وداخلي. حاليا أدري إنك مو مهتم تعرف الأسباب، لكن عن الأغلب الأسباب هي هروب من ضغط أو ملل أو الواقع بصورة عامة، أو إحساس بالنقص فتعوض المشاعر القوية أو الدوبامين أثناء التخيل أو الاستماع للأغاني، وإحنا نحبه لأنه يعطينا شعور بالمكافأة السريعة. زين هسه شلون أوقف هاي العادة السيئة؟ أولاً رقم من الأفكار متى تبدأين بالعادة وش الإشارات اللي تجيك تخليك تروحين تبدأين. مثلاً أنا سمعت أغنية بريلز وهاي الأغنية عجبتني، فبعدها سمعت أغاني وتخيلت. ثانياً وقف هاي العادة بالتدريج، حاولي إنك تتجنبيها عن طريق إنه تملئين وقتك وتحاطين نفسك بالناس، واكتبي الأفكار اللي تتخيليها حتى تخرج خارج عقلك. ثالثاً بدلي هاي العادة بعادة ثانية أحسن، مثل الكلمات اللي بالأغنية اللي بالريل، كلمات إنجليزية ممكن تذكرني إنه أروح أدرس إنجليزي. مثلا أدري إنه هو مثال تعبان، بكو هيجي خدعة لطيفة صغيرة بها معلومة جميلة في هالفيديو. هي لو تريدين توقفين تخيل أو تفكير بصورة عامة، وقفي حركة العين عن المخ. لما يفكر أو يتذكر تبدأ العيون تتحرك، فلما نوقف حركة العين راح تتوقف التفكير والتخيل. ما أعرف يعني جربوها وقولولي. بس باي، بليز لا تنسون لايك واشتراك وتعليق حتى يحفزني إنه أستمر. باي.